السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالبداية بنقول ألف 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 مبروك لجماهير الرياضة في السودان بصورة عامة وجماهير الهلال بصورة خاصة. الانتصار اللي حققه الهلال وفوز مستحق ووصولنا للتسع نقاط في صدارة المجموعة، وتبقت يعني جولة أو جولتين. ان شاء الله الجوله الثانيه مع صن داونز الهلال يقدر يعني يحقق انتصار ثاني ونضمن تاهلنا بنسبه 100% ان شاء الله، والهلال قادر على كده. وما شاء الله يعني نقدر نقول الهلال قدم مستوى كويس. من البدايه الهلال هو لعب بالتشكيله اللي هي في اخر ثلاثه مباريات من مباراه صن داونز والاهلي والغصن الكاميروني في الكاميرون. الهلال ممكن يعني لاعب بتشكيله ثابته. دائما بس بنشوف ممكن يكون تغيير عنصر او عنصرين. في مباراة اليوم الهلال فاجأنا انه في خط الوسط. انا كنت اتوقع انه كان حيدفع بأجاجون او عبد الرؤوف من البداية، لكن شاف انه المدرب يلعب بالغاني ديفيد ايبانجا كلاعب وسط ثالث مع ابو عاقلة وبوجبا. وطبعا الرباعي الدفاعي هو كان زي ما هو نفس الرباعي شارك في الثلاث كور الاخيرات اللي هم اطهار وضيوف وايرن وايمور، قدموا مستوى ممتاز جدا جدا. حتى الحارس ابو 20 كان مميز جدا، يعني في لقطات كثيره كانت يعني او في خطوره اتشكلت على مرماه في كذا مره، فقدر يتعامل معاه بصوره مطلوبه وصوره فيها يعني نوع من اليقظه، رغم انه في لحظه معينه كده كان عنده خروج خاطئ. كان بيكلف الهلال كثير، لكن انا بشوف الحاجه دي حصلت لانه كان في تباعد يعني في الشوط الاول. يعني كان في حبه تباعد في الخطوط، يعني في تباعد في الخطوط. انا بشوف انه خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم في تباعد بيناتهم. انا بتمنى دائما الفريق يكونوا قريبين من بعض، يعني يكونوا في شكل مثلثات ومربعات عشان يقدروا يساعدوا بعض في حكايه الكره لما تتنقل في بيناتهم الواحد ما يلقى صعوبه في التمرير وكده. فرغم ذلك لكن نقدر نقول الهلال قدم مباراه كويسه وقدم مباراه يعني جيده جدا. تحس انه الهلال يعني كان واضح انه داير يحاول يجيب الثلاثه نقاط باي طريقه. وحتى يعني في الشوط الاول في فرص كثيره ضاعت، يعني يمكن نقول اربع خمسه فرص ضاعت. فكان بتحس انه في شفقه وفي يعني في رعونه شويه كده في عند اللاعبين. وده كله ده كله ناتج لشنو اللعيبه دارين يحاولوا يحسموا المباراه بدري بدري. فلكن في النهايه نقول الهلال حقق المطلوب وقدر يحقق الثلاثه نقاط، وان شاء الله كره صن داونز الجاي الهلال يقدر يواصل سكه الانتصارات وكده. بالنسبه اللاعبين، يعني انا بس انا بدي اتكلم عن محمد عبد الرحمن شويه. فانا برضو بشوف محمد عبد الرحمن الليله قدم مباراه كبيره جدا جدا، فهو انا في الراي الشخصي هو نجم المباراه. لانه صراحه الفترات اللي فاتت دي كان شويه محمد عبد الرحمن بعيد عن مستواه المعروف. يعني الناس حتى كان في تساؤلات كثيره انه محمد عبد الرحمن ما بيقدم المستوى المطلوب وكده، لكن الصراحه اليوم يعني قدم مباراه جميله جدا جدا. وحتى شفناه في الشوط الاول وفي الشوط الثاني حصل تبادل للمراكز بينه وبين ميكابي. كان بنشوف مرات محمد عبد الرحمن بيطلع بيكون في خانه الجناح الشمال، واحيانا بنشوف ميكابي في قلب الهجوم، وتاني بنشوفهم بيغيروا. والحاجه دي طبعا يعني صعبت انه دفاع الكاميرون او دفاع القطن الكاميروني يقدر يعني يعمل مارك لمحمد او لميكابي. وحتى محمد ذاته زمان كان بنشوفه يعني القرارات بتاعته كلها غلط يعني. لكن اليوم ما شاء الله اي كوره استلمها يعني ما يعني دائما بيفكر صح وبيحاول بيلعب الكوره يعني في اللاعب الصح في المكان الصح. وشفنا ده في الهدف الاول بتاع ديفيد ايبانجا، يعني استلم الكوره واستلم اخذ زمنه وانتظر لحد ما شاف الخيار المناسب ولعب وجا جون. وحتى في الشوط الثاني في ضربه الجزاء انا برضه بعتبره هو صاحب الاسيست، لانه استلم الكوره برضه في خانه الجناح الشمال ويتوغل واخذ زمنه ولعب الكوره لجون مانو اللي هو كان حاول دار يعمل دوران حول نفسه ويشوف المرمى، لكن يعني عمل عليه ضغط ومخالفه والهلال كسب ضربه جزاء. والحمد لله يعني ميكابي واصل الاهداف او يعني واصل تقريبا وصل للهدف الرابع في المجموعات في دوري المجموعات يعني، وان شاء الله نشوفه هداف للبطوله. طبعا في الشوط الثاني الهلال عمل تغيير غريب شويه اللي هو دخول الكونغولي فابريس انجوما بديل لديفيد ابانجا. هو صح يعني ديفيد ابانجا ممكن يكون بذل مجهود، يعني هو باعتباره لاعب تكتيكي بيجيد الضغط على اللاعبين وكده على لعيبه الخصوم، وممكن يكون حصل له اجهاد. لكن انا كنت ما اتمنى اشوف انه فابريس انجوما يكون هو البديل باعتبار انه كان يعني مصاب وواقف فتره طويله. فكانت التغيير ده انا بشوفه ريسك شويه يعني، لانه هو اللاعب جاي من اصابه ممكن كان على الاصابه تتفاقم وممكن نفقده لحد نهايه البطوله. فدي شويه تغيير كان غريب. وبرضه التغيير بتاع لامينا جارجو، انا بشوف انه لامينا جارجو هو اللاعب اللي كان عنده ابداع، يعني تحس انه عنده الابداع لما يستلم الكوره. اللاعب اللي بيقدر بيحاور بيقدر بيستلم الكوره بصيغه وكده. لكن المدرب عنده كان رؤيه انه لازم يطلع ودخل جو مانو. فانا صراحه ما قادر افهم بالضبط الفكره شنو،
يعني انه جون مانو يكون بديل، لكن لو كنا شفنا ياسر مزمل انا كان بشوف بيكون احسن يعني. ياسر مزمل يعني انا شفت لو كان الهلال عمل تغيير كان ممكن يسحب ديفيد ايبانجا ودخل ياسر مزمل اللي هو يمشي يلعب في محل لامينا جارجو اقصى اليمين، ولامينا جارجو يضم في الوسط يكون واسع عن اللعب، ويحتفظ بمحمد عبد الرحمن ومكابي. لكن في النهايه نقول حصل الحصل، ونحن في النهايه جومان هو السبب في ضربه الجزاء يعني. المهم في المجمل الفريق قدم مباراه كويسه جدا جدا، وانا بحيي محمد عبد الرحمن على المستوى الجميل، وبحيي جميع نجوم الهلال يعني ما شاء الله قدم مباراه جميله جدا جدا، وبالذات اطهر الطاهر برضه لازم ما ننساه. اطهر بالذات اليوم قدم مباراه جميله جدا جدا، قدم مباراه جميله جدا جدا يعني. كان تحس بيه يعني في الناحيه اليمين كان قاطع المويه، كان قاطع المويه والنور على الرواق بتاع الغضن الكاميروني. ونفس الشيء بالنسبه لابراهيم، كان ما شاء الله صمام امان في خط الدفاع على الناحيه الشمال، وعثمان ديوف وايريك ما شاء الله قدموا مستوى يعني تحس انه في تناسب او تناسق بيناتهم وفي انسجام كامل. تحس انه الناس دي بيلعبوا من زمان رغم انه هم يعني ممكن تكون دي الكوره الثالثه لهم، لكن ما شاء الله منسجمين جدا جدا. وابو عاقله برضه قدم مردود فني ممتاز جدا، اللي هو تحس انه عنده الحته بتاعت اللياقه البدنيه وحته اللي هو اللاعب الاجريسيف في خط الوسط. يعني قادر يعمل قطع للكرات وقادر انه يرجع الكره بسرعه. وشفناه طلع مصاب، وان شاء الله تكون اصابته خفيفه ويقدر يواصل المشوار في الكور الجايه ان شاء الله. تاني عندنا ميكابي ما شاء الله برضو قدم مستوى ممتاز جدا جدا، برضو خارج مصاب وان شاء الله برضو تكون اصابته طفيفه. والمهم على العموم نقدر نبارك للجمهور الهلالي، ونبارك لمجلس اداره الهلال واللعيبه والسودان بصوره عامه انه الانتصار يتحقق، وان شاء الله تتواصل المسيره والهلال يقدر يصل لابعد من كده في البطوله. وان شاء الله يعني كره صن داونز الجايه تكون الكوره بتاعت التاهل الرسمي للهلال ان شاء الله. في حاجه تانية بقدر اتكلم فيها في المعلق بتاع المباراه الصراحه، يعني انا ما كنت قايله سوداني بالصراحه المعلق انا قايله خليجي، يعني انا ما عارف ناس بين سبورت. يعني انا اتمنى يعني يتم تعيين خليل محمد احمد ده يكون هو المعلق السوداني او الممثل للتعليق الرياضي في بين سبورت للسودان، لانه صراحه سوار الذهب والمذيع القبالي اللي اسمه مصطفى يعني انا ما بحس بهم انهم السودانيين صراحه يعني. يعني بتحس في التعليق بتاعهم في المباراه بتحس اللهجه الخليجيه، بتحس انه حتى ما في اللونيه السودانيه، ما في الطابع السوداني في التعليق بتاعهم صراحه يعني. هم كمعلقين انا ما شايف فيهم عندهم مشكله كمعلقين في بين سبورت الرياضه عموما او في رياضه كره القدم، لكن كون يكونوا هم ممثلين للسودان في بين سبورت انا شايف نو، دي ما فكره سليمه. وصراحه يعني حتى المعلق القبيل ده يعني تحس بيه انه هو كان يعني انا ما اعرف، لكن انا ما حاسس فوق النكهه السودانيه يعني، حتى هو طابعه خليجي بحت في التعليق بتاعه. فانا صراحه اتمنى انه خليل محمد احمد هو الممثل للسودان في التعليق في قناه بين سبورت صراحه يعني. فالواحد اللي بيجي بيمثل السودان ده لازم يا جماعه يدي نكهه للطابع السوداني، يحلل بطريقه سودانيه، يدخل كلمات سودانيه عشان ازاده اللي بيحضر الكوره يقدر يعرف انه المذيع ده مذيع سوداني. لكن انت الليله ماخذ طابع خليجي بنسبه 99%. حتى في يعني مصطفى النقر دي قالها بطريقه خليجيه، انا شايف انه احنا السودانيين ما بنقول النقر يعني، انا ما قادر اقلده هو قالها كيف، لكن الناس اللي تابعت المباراه ممكن تكون لاحظت كلامي ده برضه. على العموم خلينا نركز في انه الهلال انتصر، ونبارك مره ثانيه للجماهير الهلاليه بالانتصار، وان شاء الله المسيره تتواصل، وان شاء الله المباراه الجايه الهلال منتصر ونقدر نصل لمرحله بعيده في البطوله، وان شاء الله نتلاقى في فيديو ثاني والهلال يكون منتصر وتكون فيها افراح وتتواصل ان شاء الله للنهايه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.